السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال OOP وعرفنا هي ايه وبنحتاجها ازاي وعرفنا أهميتها، وكنا اتكلمنا ان هي بتحول اي حاجة في الواقع عندك لكود برمجي. طيب، ازاي احول اي حاجة عندي في الواقع لكود برمجي؟ قال لك عشان تترجم اي حاجة عندك في الواقع الى كود، انت محتاج تحول الحاجة دي لكائن. انت محتاج تحول الحاجة دي لكائن. يعني مثلا لما قلنا المثال بتاع المرة اللي فاتت، انا عايز امثل المنتج، يبقى لازم احوله لكائن. عايز امثل المستخدم، يبقى لازم احوله لكائن. عايز احول اليوزر، يبقى لازم عايز احول الاوردر، يبقى لازم احوله لكائن. جميل. طيب، علشان احدد بقى الكائن ده، يعني عشان اعمل كائن، انا عرفت ان انا عشان اترجم الحاجة من الواقع للكود هحوله لكائن. طب الكائن ده انا بحدده ازاي او بعمله ازاي؟ قال لك علشان تعمل كائن هتجيب الحاجة اللي انت عايز تترجمها. ولنفترض مثلا ال- المنتج، مثلا المنتج بتاعك وليكن مثلا البيتزا. مش البيتزا دي منتج في مطعم؟ ايوه. طيب، قال لك اول حاجة علشان تحول اي حاجة لكائن انت محتاج تحدد الفصيلة او النوع بتاع الحاجة دي. يبقى محتاج تحدد النوع او الفصيلة بتاع الحاجة دي. يعني مثلا انا البيتزا عندي بتمثلها كايه او تبع فصيلة ايه؟ المنتجات. صح. طب مثلا البرجر برضه تبع فصيلة المنتجات. طب نفترض المستخدم الفلاني اللي اسمه علي، دي تبع فصيلة مين؟ المستخدمين. طب مثلا الاوردر بتاع الاستاذ حسام، الاوردر بتاع الاستاذ حسام ده تبع فصيلة مين او تبع نوع مين؟ الاوردرات. يبقى انا بالنسبة لي علشان احول اي حاجة للواقع لكود انا محتاج احوله لكائن. طب عشان اعمل الكائن ده اعمله ازاي؟ قال لك اول حاجة ان حضرتك بتحدد الفصيلة او الحاجة دي تبع نوع ايه. يعني فرضا انا هعمل دلوقتي، احدد معاكم، انا عايز اعمل دلوقتي احول البيتزا اللي هي كمنتج، البيتزا بتاعتي لحاجة لكود برمجي. طيب، انا قلت لك علشان احول البيتزا دي لكود برمجي يبقى انا احولها لكائن. طب انا عايز اعمل الكائن ده، قال لك اول حاجة بتحدد الفصيلة. طيب، علشان اصلا انا بالنسبة لي عشان اعمل كائن اصلا عامة لازم اعمل حاجة اسمها ايه؟ كلاس. طيب، الفصيلة بتاعت البيتزا دي تبع ايه؟ تبع المنتجات. ما نفترض البرودكت. يبقى انا كده حددت كائن. يبقى تاني، انا عندي البيتزا والبرجر والكفتة ومش عارف والفراخ والحاجات دي كلها منتجات عندي، صح؟ طب انا عايز امثل الحاجة دي عندي في الكود امثلها ازاي؟ قال لك بكل بساطة حولها لكائن. طيب، انا عايز اعمل كائن اعمله ازاي؟ قال لك بكل بساطة حدد فصيلة الحاجة او نوع الحاجة. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا نشوف البرجر والبيتزا والفراخ والحاجات دي تندرج تحت فصيلة ايه بالنسبة لي عندي في النظام؟ والله دول كلهم منتجات. يبقى خلاص احدد فصيلة اسمها البرودكتس، المنتجات. طب احدد فصيلة ازاي؟ بتكتب كلمة كلاس، وتكتب الايه؟ اسم الفصيلة بتاعتك او اسم النوع بتاعك اللي هو البرودكت. طيب، تاني حاجة قال لك تحدد الخصائص بتاعته والوظائف ان وجدت. ما علينا من كلمة إن وجدت دلوقتي، مش عايزك تتكلم، يعني مش عايزك تاخدها في الحسبان، بس كأنك بقول لك تحدد الخصائص بتاعته. يعني ايه احدد الخصائص بتاعته؟ يعني مثلا انا المنتج ده، اي منتج مش له اسم؟ عشان عندي منتج اسمه بيتزا ومنتج اسمه فراخ ومنتج اسمه كفتة ومنتج اسمه مش عارف ايه. قال لك ايوه. طيب، مش كل منتج عندي له سعر؟
يعني هل البيتزا سعرها زي البرجر، سعرها زي البتاع؟ لا، كل واحد منهم له سعر. البيتزا لها سعر، والبرجر له سعر، والفراخ لها سعر. مثلا الحجم مثلا، حجم الطلب ده مثلا، وحجم المنتج. مثلا في مثلا البيتزا مثلا كبيرة، لا الفراخ صغيرة، لا البرجر مثلا ميديا. حدد ايه؟ خصائص. خصائص للمنتج بتاعي، خصائص للكائن بتاعي. طيب ازاي؟ فانا قلت لك ان انا عندي المنتج مثلا له اسم، صح؟ زي البيتزا، برجر، فراخ، كفتة، الكلام ده كله. طيب بعمل الخصائص دي ازاي؟ قال لك بكل بساطة. مش انت بتعرف تعمل متغير؟ ايوه، اعملها متغير. ازاي؟ اه والله اعملها متغير اهو. اقول له string name. string ايه؟ name. انا كده حددت اول خاصيه. طيب الحاجه التانيه ايه؟ تاني خاصيه ايه؟ السعر مثلا، بس بسيط. اقول له دبل مثلا برايس. بس طب مثلا الحاجه التانيه ايه؟ الحجم مثلا، خلينا نقول مثلا string size. مهم. حددت الخصائص بتاعته. يبقى انا علشان احول اي حاجه للواقع، عايز احولها لكائن. لو انا عايز احول اي حاجه من الواقع لكود، يبقى بستخدم ايه؟ يبقى لازم احولها لكائن. وعشان اعمل الكائن ده، اول حاجه لازم بحدد الفصيله بتاعته. تاني حاجه احدد الخصائص ايه بتاعته. طب مثلا دي مثلا طب انا عايز اعمل بقى الايه المستخدم. محمد ده، هو مش محمد ده مستخدم عندي في النظام او في الابلكيشن؟ ايوه. طب خلاص. طيب محمد ده تحت فصيله ايه، او فصيلته ايه؟ قال لك والله مثلا محمد ده يوزر. خلاص هعمل كلاس، اقول له نسميه كلاس اسمه يوزر اهو. طيب الخصائص بتاعته او السمات بتاعته ايه؟ والله ان هو له اسم مثلا، رينج مثلا نيم، وله مثلا رقم تليفون مثلا وليكن برضو انت فون. ومثلا هنقول انت عمر مثلا ايدج فرضا، صح؟ وهنقول مثلا ان هو ليه مثلا string ادرس، عنوان. مش كل ده خصائص انا بعملها، او كل ده خصائص للمستخدم، وكل ده خصائص للمنتج؟ ايوه. بس كل اللي في الموضوع. يبقى انت علشان تحول اي حاجه من واقع لكود عندك، بتحولها لمين؟ تحولها لكائن. طب عشان تعمل كائن بتعمله ازاي؟ بعمله بالشكل ده. طيب لو جينا بصينا هنلاقي ان كل الاتريبيوت دول عليها ايه؟ فيها ايرور، صح؟ شوف خلي بالك من الكلمه دي، اتكلمنا عنها قبل كده. ده النلب. نون ايه؟ ده النلب. طيب شوف انا لو جيت عملت حطيت علامه استفهام، الايرور اهو. مهم. وتحت برضو نفس النظام، بس هنشيل بقى خلاص مش عايزين ده. طيب هيجي لي واحد يسالني سؤال مثلا، يعني مهم قوي. يقول لي طيب فاكر لما انت كنت بتشرح لنا النال سيفتي، وقلت لنا ان النال سيفتي ما بتمنعنيش ان انا اعمل متغير نالبل، ولكن بتمنعني لما اجي استخدمه؟ ايوه فعلا قلت لك كده. والدليل على كده لو خدت ده كده اهو، رحت المين، مش هيعترض. طب انت يعني اشمعنى ده، يعني اشمعنى هنا؟ اقول لك لا، هنا بقى اصل ده كائن.
كلاس، فطبيعي ان انت هتاخد منه حاجه اسمها اوبجكت هنعرف عنها بعدين. فالطبيعي برضو انه ما ينفعش ان انت قيمته بنل الا لما انت تقول له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هنا كانك، مش احنا كنا فوق بقول لك ان هنا مش هيعترض بس، ولكن لو جيت قلت النيم لما تيجي تستخدمه دوت مثلا لينس هيدي لك، هيعترض. اي ليه؟ عشان انت بتستخدمه. ايوه، هنا برضو كانك بتستخدمه، هنا كانك هتستخدمه لان هو محتاجه. تمام، عشان كده لازم اقول له ان هو ممكن يكون بايه؟ بنال. وصلت دي؟ تمام. يبقى انا كده بالنسبه لي حددت مين؟ حددت او مثلت حاجه عندي في الواقع اللي هي مثلا البيتزا او الواقع. طيب، طب انت كنت بتقول لي منتج برضك، انا عايز البيتزا. بيتزا فين؟ البيتزا في الموضوع فين؟ البرجر في الموضوع؟ اقول لك بكل بساطه عادي، روح هنا كده، انا عايز عندي اعمل ايه؟ امثل مين؟ البيتزا. جميل، هقول له ماشي. طيب البيتزا دي عندي تحت مسمى او تحت فصيله البرودكتس. تمام، هسمي حاجه اسمها مثلا بيتزا مثلا اهي. تمام، ايكوال. كده انا مثلت البيتزا عندي. طب مثلا عايز امثل مثلا بعد كده البرجر، بكل بساطه نفس الموضوع اهو. اوبجكت من مين؟ من الفصيله بتاعتي اللي اسمها برودكت. اقول له مثلا برجر اهو. تمام، ايكوال نفس الفكره برضه اهو. طيب اللي احنا عملناه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اللي احنا عملناه ده اسمه اوبجكت. اللي احنا عملناه ده اسمه اوبجكت. يعني اوبجكت، يعني انت حضرتك عملت الفصيله بتاعتك او حددت النوع اللي هو البرودكت. روح بقى ايه؟ خد منها بقى إيه؟ نسخ ناس. خد منها البيتزا، وخد منها البرجر، وخد منها الفراخ، وخد منها الرز، وخد منها مش عارف ايه. اخد منها دي اسمها ايه؟ اوبجكت. يبقى انت بتاخد ايه؟ تاخد اوبجكت من مين؟ من الفصيله او الكائن اللي عندك. تاخد منه ايه؟ اوبجكت. يبقى عشان امثل البيتزا اخد من الفصيله اللي عندي او الكائن اللي عندي، اخد منه اوبجكت اسمه بيتزا. طيب عايز برجر، نفس الفكره. عايز مثلا فراخ، نفس الفكره، وهكذا. يعني مثلا انا لو جيت بقى قلت له مثلا بيتزا دوت، هتلاقي ان انا عندي النيم والبرايس والسايز اللي هم اللي تحت دول. تمام، يبقى انا هنا دلوقتي بالنسبه لي عملت ايه؟ انا حولت البيتزا والبرجر والكلام ده كله من حاجه في الواقع لكود اقدر استخدمه، او ان انا قدرت امثلها لمين؟ لكود. تمام، جميل جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي نكمل كلامنا على الاوبجكت ونبدا ان احنا نستخدمه. استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.